واحد فينا ليه كده نوع كيكه بيعشقه. انا بقى الكيكه دي من احلى كيكات اللي انا بحبها. يلا بينا نعملها، بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جيبي بقى 3 بيضات وكوبايه من السكر ورشه بسيطه جدا من الفانيليا. تبداي تحطي كل ده في الخلاط او بالهاند بلندر بتاعك حسب المتوفر عندك وحسب الاسهل. صراحه كان الاسهل لي الهاند بلندر، فحطيتهم كلهم في بوله، البيض على الفانيليا على السكر، وبعد كده ضربتهم كويس جدا. وكنت مجهزه بنفس الكوبايه اللي بستعملها في كيكه بستعملها في المعيار كله، كوبايه من الزبادي برضو حطيتها على نفس المكونات وضربتها كويس جدا. وبعد كده جهزت نص كوبايه من الزيت على السمنه، هتحطيها عليها بقى وتقلبي المواد الجافه. كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من بيكنج باودر، رشه ملح، بس كده. هتقلبي لغايه ما قوام الكيكه معاكي يبقى بالشكل ده. بقى محضره صينيه دهنها دهن الزبده، وهتحطي كل الخليط وتديله كده خبطه بسيطه على الترابيزه. دخلي الفرن على درجه حراره 180 بالظبط نص ساعه، وجربيه بعود خله. هتلاقي كيكه استوت معاكي، طلعيها على طول، سيبيها تهدى تماما، وبعد كده اقلبيها هتطلع بالجمال ده. انا بحب احط لها كوبايه من الشربات او نص كوبايه. انا حاطه نص كوبايه عشان السكر يبقى قليل شويه. بقى رشه بسيطه كده من جوز الهند، وهتاكلي احلى كيك بالزبادي. بجد حلوه قوي، جربيها، من احلى كيكات على قلبي. يا رب الوصفه تكون بتعجبكم، وبالف هنا وشفا. اشوفكم بخير في فيديو جاي. السلام عليكم.